يا صباح الورد والفل والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا. خلاص النهاردة كل سنة وانتم طيبين، أول رجب كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص رمضان على الأبواب، حبينا نعمل حلويات رمضان 24 بطريقة سهلة وجديدة وطعمها فوق الوصف. جلاش بالكنافة يستاهل بقكم، حاجة كده فعلا بتدوب في البق ذوبان. وطبعا الصورة هي اللي بتتكلم. بس في بداية الفيديو كده هوريك بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها على القناة، واسيب لكم اللينكات كلها في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف فين يا جماعة، تضغطي على العنوان مرة هيظهر لك كلمة المزيد، هو ده صندوق الوصف. بس برضو قبل ما نبدأ الفيديو لازم نعمل ايه؟ لازم نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للصوره المميزه. اتمنى تحطوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش يشترك في القناه ويتفعل زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واتمنى ان تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائده للجميع. وكلمتين يا ست الكل بقولهم في بدايه كل فيديو: الوصفه يا جماعه مش مجرد مقادير بندخل ناخدها من صندوق الوصف. علشان بتضمني ان الوصفة تنجح معاكي بفضل الله، يبقى لازم تشوفي الفيديو من البداية للنهاية. ويلا بينا على المقادير بتاعتنا. مبدئيا كده هنعمل الشربات الاول، طبعا علشان الوصفة بتاعتنا دي عايزة الشربات بارد. معانا كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية. لحد كده الموضوع سهل مفيش اي افتكاسة خالص. حابة تحطي سكر غامق سكر فاتح مفيش اي مشكلة خالص. بس مبدئيا كده كوبايتين من السكر على كوباية ونص من المية. ومعانا رشة من الفانيليا، حابة تحطي فانيليا ماشي، مش حابة مفيش أي مشكلة خالص. معانا نص ليمون، عصرة نص ليمون. عندك عسل جلوكوز ماشي، ما عندكيش عسل جلوكوز مفيش أي مشكلة، مش لازم تحطي خالص، ممكن تستبعدي. أنا هحط معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز وهسيبهم يغلوا. هتعدي على طول بعد الغليان 7 دقايق وتطفي النار عليه. وبعد كده معانا نص كيلو كنافة متفرزة يعني متجمدة، وبعد كده هقطعها قطع صغيرة لحد ما تنعم معاكي زي ما انت هتشوفيها دلوقتي، زي ما انت شايفة كده. ومعانا 4 معالق من الزبيب، طبعا اختياري يا جماعة، حابة تحطي ماشي، مش حابة مفيش أي مشكلة خالص. ومعانا 4 معالق من جوز الهند، برضو اختياري، لو حابة ماشي، مش حابة ما تحطيش خالص يا ست الكل. ومعانا كوباية من السمنة، أنا دول كانوا قليلين بس أنا كملت عليها تاني. كوباية من السمنة، يفضل إن هي يكون سمنة بلدي، أنا مستخدمة سمنة بلدي. حد هيقول لي زبدة، هقولك لا، الزبدة مش بتنفع. الزبدة يا جماعة بيبقى فيها نسبة خض، فنسبة الخض دي ما بتسويش الحلويات الشرقية كويس، مش بتبقى حلوة في اللون ولا في التسوية. يفضل يكون هي سمنة. لو انت عندك زبدة سيحيها الأول وطلعي المرطة منها كده، وبعد كده استخدميها هتبقى زي الفل معاكي. بعد كده معانا المعلقة بتاع الآيس كريم، وأبدأ أدك الكنافة زي ما انت شايفة كده وأعملها كور يعني. ما عندكيش ممكن تعملي المعالق المعيارية اللي هي المعلقة اللي قبل الصغيرة على طول، وتبدأي تضغطي تضغطي كده وكوريها، وتعمليها زي ما أنا بعملها كده، أو أي حاجة عندك يعني، مش لازم إيه الجيش قال اتصرف، أي حاجة عندك ممكن تعمليها. أنا بقولك يا ست الكل، لو وصلتي المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيدة جدا باشتراكك، وهكون أسعد لو بعتيلي أي كومنت. إن شاء الله يكون وجه مبتسم هيبقى من إيدك زي العسل وزي السكر. وألف ألف شكر على يعني من أجمل إخوات كده، من أجمل أخت ليكوا، على الكومنتات والدعوات الحلوة اللي انتوا بتبعتوها لي. فعلا فعلا بتفتح نفسي جدا للشغل، وبترفع من روحي المعنوية ازاي. ربنا يا رب يدومكم نعمة في حياتي، وألف ألف شكر على الكلام الجميل اللي انتوا بتبعتوه. ونرجع للفيديو بتاعنا. بعد ما كان بورت الكنافة هركنها على جنب، ومعايا نص كيلو من الجلاش، يفضل ان هو يكون جلاش صابح كده باللي احنا بنشتريه سايب ده. ومعانا هرش المفرش كده او الرخامة، يعني رشة من النشا علشان الورقة بتاع الجلاش تسحب معايا بمنتهى السهولة ما تلزقش يعني. ومعانا 100 جرام من السمنة، طبعا سمنة مش زبدة. بعد كده بدهن الورقة الأولانية من الجلاش، أهم حاجة مش الكمية، المهم يكون الجلاش كله مدهون. وبعد كده بحط كمان ورقة فوقها، لحد كده بسيب 5 سنتي في بداية الورقة، وبعد كده أكرمش زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين أسيب 5 سنتي في النهاية برضه، 5 سنتي في البداية و5 سنتي في النهاية. وبعد كده بدهنها برضه دهنة من السمنة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بجيب الكنافة وهحطها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. أنا هحط 4.
يفضل يا جماعة الجلاش والكنافة يكونوا صابحين، مش شرط تكوني لسه جايباهم يومها، يعني كوني جايباها قبلها بيوم أو 2 وفي الفريزر مفيش أي مشكلة خالص، بس مش يكون بقالها أسبوع عندك بقى في الفريزر، علشان طبعا الجلاش كل ما يكون صابح هتضغطش عليه كده زي ما أنا باضغط دلوقتي هيمسك معاكِ، شايفين؟ طبعا يا ست الكل الصورة خير دليل، باقلبها كده بتبقى عاملة زي راس التوم بالضبط. يعني مديانة شكل راس التوم، شكل مش عارفة البصلة، حاجة كده. بس في الآخر فعلًا يعني وصفة جميلة جدًا، بس يا ست الكل انتبهي لحاجة مهمة أوي وهي اللي تنجّح الوصفة، ولا يعني لو إحنا ما قلت يعني ما انتبهتيش للحاجة اللي أنا هاقولها لِك دي، كفيلة لوحدها كده تبوظ لِك الوصفة معاكِ يا ست الكل، فهاقول لِك التسوية شكلها إيه علشان هي دي اللي بتنجّح الوصفة. نبدأ هاوريكِ برضه كمان ورقة والّا 2 كده علشان تشوفي الفكرة تثبت معاكِ. باحط ورقة في الأول وأدهنها دهنة من الزبدة وأحط ورقة تاني عليها بالضبط، التانية اللي فوق ده مش بادهنها ولا أي حاجة، أسيب 5 سنتي من قدام ما اكرمشهمش و5 سنتي في النهاية أهو. خلّي بالِك يا ست الكل أنتِ ممكن بدل ما تحطي كنافة زي ما أنا عاملة كده، ممكن تكوني عندِك بسبوسة والّا أي حاجة يعني فاضلة من عندِك قبلها بيوم والّا 2 تعمليها تكوريها كده برضه وتعمليها بدل الكنافة، هتدهني برضه من فوق كده دهنة من السمنة وتبدئي ترصي الكنافة أو البسبوسة اللي عندِك. شايفين؟ ما شاء الله تحفة، 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 فعلًا وصفة هتدعي لي عليها يا ست الكل. وعلى العموم طبعًا يا جماعة الشربات بتاع الوصفة دي بيبقى تقيل، مش بيبقى خفيف، ولازم يكون بارد، ما ينفعش يكون سخن خالص، وما ينفعش يكون حتى دافي، فعشان كده إحنا عملناه في بداية الوصفة علشان يبرد معايا. طيب حد هيقول لي عسل الجلوكوز ده فايدته إيه؟ هاقول لِك يا ست الكل ممكن أنا قُلت ممكن تستبعديه عادي ما فيش مشكلة، بس فايدته إيه والناس يعني المحلات بتحطه ليه؟ علشان يا ست الكل بيحطوه علشان الحلويات يدّيها لمعة وعلشان تفضل طرية معاكِ لكذا يوم، يعني الحلويات علشان تضمني إن هي تفضل معاكِ طرية لكذا يوم، عسل الجلوكوزيا كفيل إن هو يخلّيها لِك طرية وصابحة يعني أكنِك لسه عاملاها. فهو ده الفايدة من عسل الجلوكوز، وبعدين هو مش غالي ولا حاجة يا جماعة، تقريبًا أنا جايبة البرطمان ده مش عارفة ب30 جنيه تقريبًا بيتهيأ لي بصراحة علشان ممكن أكون أنا ناسية يعني عشان الأمانة يعني، عملت لكم كمان واحدة أهو علشان تشوفوا الموضوع عامل إزاي، شايفين؟ أهو، شايفين؟ طيب سِوَى الجلاش ده عامل إيه؟ يعني بيتخبز على درجة حرارة كام؟ هاقول لِك يا ست الكل، علشان الوصفة دي تنجح معاكِ لازم الجلاش ده يتخبز على نار هادية جدًا، 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 هاتناول جدًا كتير. طيب حد هيقول لي ليه؟ هاقول لِك يا ست الكل الجلاش ده عامةً لو أنتِ عليتِ النار عليه هيبقى بيلِت معاكِ ويبقى زي العجينة مش هيقرمش معاكِ، فعشان كده هنهدّي له النار خالص علشان يقرمش معانا، درجة حرارة 120 يعني هادية جدًا، جدًا، جدًا. هنسخّن الفرن قبلها ب10 دقايق، وهندخّل الصينية على الشبكة، وكل 10 دقايق هنغيّر الصينية علشان تاخدي لون موحّد. مبدئيًا كده معانا كمالة السمنة اللي فضلت، وهادهن الوش زي ما أنتم شايفين كده. كل السمنة اللي إحنا استخدمناها في الجلاش 100 جرام، السمنة اللي إحنا استخدمناها مع نُص كيلو كنافة 200 جرام، كوباية بتعادل كوباية. شايفين أنا باطفي نور الفرن علشان أوريكم الجمال. خدت قد إيه في الفرن معايا، خدت 55 دقيقة وما تستعجليش عليه علشان تقرمش معاكِ، وأمّا تطلّعيها كده ما تعجنش وتلِت معاكِ، لو طلّعتيها بسرعة يا ست الكل إيه اللي هيحصل؟ لو أنتِ طلّعتيها بسرعة يعني علّيتِ النار كده وقُلتِ يالّا عملتِ حاجة بسرعة كده كُلّيةً كان يعني هتيجي تاكليها هتمُط معاكِ وتلاقيها بتلِت ومش يعني عاملة زي العجينة بالضبط، شايفين؟ لكن دلوقتي بتدوب في البُق دوبان، شايفين أنا باضغط عليها كده بتتفقّش معايا، علشان هي دايبة دوبان علشان مستوية على نار هادية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، طبعًا الصورة خير دليل، وهاستنى منِّك كومنت يا ست الكل لمّا تعمليها، واسيبكم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.